النادي الأهلي لم يبدأ التفاوض مع أي من اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري إلا بأمر المدير الفني الجديد ياستروب. المدرب طلب رؤية اللاعبين في التدريبات والمباريات ومن ثم التجديد معهم أو رحيل اللاعبين. اليوم أولى ندوات قائمة الكابتن محمود الخطيب بفرع الشيخ زايد، فتح الباب لحجز تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المباراة بعد القادمة للنادي الأهلي. 4 مساعدين للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي ياستروب وصلوا إلى القاهرة. بعثة الأهلي تطير اليوم إلى بوروندي استعدادا لمواجهة إيجي النوار في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، والأهلي سيصل في الثانية ظهرا بتوقيت بوروندي وسيخوض تدريبين قبل مباراته مع إيجي النوار البورندي. الجهاز الفني فضل منح أشرف بن شرقي راحة اليوم من التدريبات بعد تأخر عودته من المغرب عقب مشاركته مؤخرا مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي. عودة محمد شكري للتدريبات الجماعية استعدادا للمواجهات القادمة. محلل أداء نادي إكسبورج الألماني قدم اعتذاره لتروب بعدما رفض النادي رحيله في الوقت الحالي، وتم اختيار الدنماركي نيوكلاس لتولي المهمة بدلا منه، ويصل بداية الأسبوع لتولي المهمة بشكل رسمي مع فريق النادي الأهلي. مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب سدد جميع الأقساط الخاصة بأراضي جميع الفروع وأصبحت جميعها ملك للنادي الأهلي، والأهلي قام بتسديد كافة الحقوق المستحقة لأرض النادي وأصبحت جميعها مملوكة للنادي ولا يوجد أي ديون على الأهلي مطلقا. مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يجري الدراسة بشأن إنشاء فرع للنادي جديد في العالمين الجديدة. جميع عقود الرعاية تنتهي في الموسم الحالي، والأهلي يسعى للتعاقد مع الرعاة في الفترة القادمة بالدولار عن طريق الاتفاق مع الشركات الأم وليس من فروعها داخل مصر، وذلك بهدف توفير العملة الأجنبية لسداد رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية داخل النادي الأهلي. تصريح شوبير: الأهلي يعتمد على مجلس مستثمرين لتأمين الموارد المالية اللازمة، مشيرا إلى أن تواجد شخصيات مثل ياسين منصور وخالد مرتجي يساهم في دعم الجانب الرياضي والمالي للنادي الأهلي. قاد ياستروب تدريبات الأهلي لأول مرة منذ توليه قيادة فريق النادي الأهلي. تفاصيل مشاركة منتخب مصر في دورة الإمارات. تضمن اتفاقا من اتحاد الكرة مع اللجنة المنظمة على أن يواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، على أن يلتقي المنتخب الإيراني نظيره الرأس الأخضر، ثم يلتقي الفريقان في المباراة النهائية على أن يواجه الفريقان الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. من المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر بدولة الإمارات في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل. لا يمكننا في الوقت الحالي تحديد مشاركة عبد المنعم في أفريقيا من عدمه، مشيرا إلى أن اللاعب ما زال في مرحلة إعادة التأهيل البدني. قائمة مباراة الأهلي لمباراة إيجي النوار البورندي غدا في دوري أبطال أفريقيا. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى. وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.